السلام عليكم. انا قلت كده اما اقعد ادردش معاك كده، نتكلم كده على فيديو النهارده كده عن المرأة العاملة، المرأة الشقيانة اللي بتيجي تروح الغيط، تروح الارض، تعمل تسرح، تجيب اليومية، تيجي تربي وتطبخ وتصبن وتعمل في بيتها وتكنس وتعمل كل حاجتها في بيتها وتربي عيالها تربية بشقاها وتعبها وعرقها، بعرقها من الشغل بالأرض باليومية، وبتربي ولادها أحسن تربية تربوهم أحسن تربية، بيبقوا أحسن تربية، أحسن تربية عيالهم متربين. المرأة العاملة اللي بتسرح الغيط، يعني بتطلع من الغيط وتطلع من الأرض، تربي في عيالها وتكنس في بيتها وتصبن وتربي عيالها تربية أحلى تربية. يعني المرأة العاملة يعني ما فيش أحسن من ستات مصر. الست المصرية ست بمية راجل، ست بمية راجل، يعني تعتمد على نفسها. حق جوزها مات، تعتمد بقى على تربية عيالها، هي بقى الأم والأب وكل حاجة تربي. يعني أنا أعرف واحدة والله قسما بالله مطلعة دكاترة ومهندسين، هي ست بقت تسرح باليومية وبقت تروح تصطاد سمك، بقت تروح تصطاد سمك من المية وتبيع بالكيلو، جابت 2 كيلو تبيعهم، جابت كيلو تبيعه، ورزقها على الله، وتقعد وتربي بهم عيالها، وطلعت من عيالها ما شاء الله مهندسين ودكاترة وأحسن تربية، واعتمدت على نفسها وما احتاجتش من حد حاجة. وإيه بقت ولادها وبناتها، وجوزت بناتها وربت الأولاد، وما شاء الله على الست المصرية وعلى الرجولية بتاعتها. ايش أحلى من الست المصرية ولا أجدع من الست المصرية؟ الست المصرية بمية راجل بتقف تسد، يعني بتسد بيتها وبتسد تربية عيالها وبتسد في جواز بناتها وبتجوز ولادها كمان الصبيان، بتقف تجوزهم كمان، بتقف جنبهم لما يتجوزوا. هي دي الست المصرية، هي دي المرأة العاملة اللي ايدها تطلع من الأرض، طلع عنها يعني في الأرض باليومية طول النهار، تقعد تطلع مثلا العصر الساعة 2 الساعة 4، تطلع بقى تشتغل في البيت، تطلع في بيتها تشتغل في بيتها وتربي في عيالها وتطلع عيالها ما شاء الله، عيال ناجحة وعيال شاطرة وعيال معتمدين على نفسهم برضو، لأنهم متربين تربية حلوة وتربية ما شاء الله عليه. وحتى وبتشتري الرز بالكيلو وقت وتربوا ما شاء الله، ما شاء الله على اليد العاملة، ما شاء الله على الأم المصرية، وعلى مجدعة الأم المصرية، وعلى شهامة الأم المصرية. مفيش أجدع من الأم المصرية. الأم المصرية بمية راجل، وأحلى أحلى ست في الدنيا، وتربى أجيال وبيطلع أجيال من تحت إيد الأم المصرية دي، يعني بيطلع دكاترة ومهندسين ما شاء الله عليهم، ما شاء الله. حتى لو اتجوزوا وراحوا بعيدة عنه، لازم يجوا كل يوم جمعة يقعدوا مع أمهم وياكلوا يتغدوا معاها وشوفوها، حتى لو مش موجودين معاها، ومعتمدين على نفسهم. وديت الأم المصرية، وعلى تربية الأم المصرية وأم المصرية على دماغنا. الأم المصرية أحلى أم في الدنيا، مفيش أجدع من الأم المصرية، مفيش أرجل من الأم المصرية وجدعة الأم المصرية وبنات المصريين دولت الفيديو ده عن الأم المصرية وعن الست الشقيانة التعبانة اللي بتيجي من الأرض تربي عيالها وبتربي وبتقعد تعمل في بيتها، وهو جوزها ميت أو جوزها عايش، ممكن يكون تعبان في البيت وهي بتشتغل برضه، وهي بتشتغل وبتعتمد على نفسها وما بتقولش لحد هات قرش، وبتعتمد على نفسها وبتربي عيالها. الله يبارك في أم المصرية، والله يبارك في كل أم وفي كل واحدة شقيانة وتعبانة وبتكافح. ربنا يبارك فيها يا رب، وخلوا أمهاتنا أنا أم ميت الله يرحمها، الله يرحمها ألف رحمة ونور على على أمه وعلى أموات المسلمين أجمعين. وده الفيديو كان النهاردة على الأم الشقيانة التعبانة اللي بتربي ولادها بعلى جبينها. ده الأم وأحلى أم في الدنيا. نشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله، مع ألف سلامة.